لقاء قمه بجد بين الكبيرين، بين النادي الاهلي زعيم افريقيا وبين ريال مدريد زعيم اوروبا. ده مباراه اللي اسمها اللعب بين الكبار او اللعب مع الكبار. النادي الاهلي دي وضعيته ودي مكانته ان هو يكون وسط الكبار. قبل اي حاجه احنا هنسلم على جمهورنا، جمهور على القهوه، حبايبنا اللي بيدعمونا. وقبل ما نخش في اي تفاصيل، دي مباراه اللعب مع الكبار. هارد لك لكل الاهلاويه ومحدش يزعل. احنا زعلنا دلوقتي، انت زعلان ليه يا هيما؟ لا انا مش زعلان بصراحه، انا زعلان يعني ايه النقطه؟ لا انا مش زعلان، انا شايف ان الاهلي بصراحه النهارده يعني كان بامكانه ان هو يعني كان الشوط عندنا فرص. الاولاني ضيع 3 4 فرص، وكان بامكانه ان هو يعوض الشوط الثاني، بس توقيت الهدف يعني الشوط الاولاني الجون جه في الدقيقه 43. لا انا مش زعلان بصراحه، احنا كفانا فخرا وشرفا ان اول ماتش لينا يعني نتغلب قدام ريال مدريد. انا مش زعلان، انا زعلان ان احنا كان ممكن نعمل حاجه، كان ممكن النتيجه تبقى احسن من كده بصراحه، فاهم؟ بس انما كماتش لا، انا شايف ان الماتش ده يعني من احسن ماتشات الاهلي، لا واللعيبه كلها كانت فايقه. من احسن يعني ماتشات كولر، اللعيبه كلها رجاله. هو لا انا بالنسبه لي المباراه دي مباراه فروق. لا الفروق بتبين باينه طبعا يا فعلا محمود، احنا اتكلمنا الكره فيها في من افريقيا عامله ازاي وفي اوروبا عامله ازاي. لا يعني في فروق في اللعيبه وفي الامكانيات وفي السرعات وفي كل حاجه. بس انا شايف ان الاهلي النهارده كان ند، يعني انا ما زعلتش. لا وكان عندك فرص، كان عندك عندنا فرص كتير. كان عندنا فرص ونغير، يعني على عكس يا محمود الماتش بتاع البايرن ميونخ احنا كنا بندافع بس. لا بايرن يعني ميونخ كولر النهارده كان فارض شخصيته. ده ماتش لا يعني عكس تماما ماتش البايرن، انت ده ماتش ممكن تبني عليه للمستقبل. كولر النهارده بينزل بادئ مش خايف. انا ما كنتش معاه بصراحه ان هو ما لعبش حمدي، يعني انا زعلت جدا قبل الماتش لما لقيت حمدي مش في التشكيل، وبدليل ان هو هو كان لما نزل حمدي يعني عمل فارق جامد. ماشي. هو كان متهيأله ان قفشه هيمسك كوره كمان في الملعب ويبتدي يباصي، فاهم، يعمل بينيه. لا الهجمه المرتده يعرف بس يطلع انت الكوره شفت، ازاي. حمدي الشوط الثاني لما نزل، يعني انت لعبت الماتشات اللي قبل كده، الماتشين اللي قبل كده بثلاثه ديفندر، جاي الماتش ده انا يعني مش عارف بصراحه، انت بتلعب الريال يعني كولر النهارده عمل ماتش جامد، بس لا يعني كان ناقص حمدي ينزل. حمدي ينزل من اول الماتش كان هيفرق معاك جدا. النهارده حمدي نزل الشوط الثاني غير لك الماتش. قفشه انا مش شايف قفشه احنا يعني وبرده كان كلامنا. تغيير حسين الشحات. احنا حسين الشحات حسين انا كان مش عارف جاله فايق. قلب غيره ازاي يا محمود، كان فايق، ده والله كان ايوه. فرعلوس في الملعب. يعني يعني حسين انا مش عارف بصراحه. لا حسين لا يعني هي اتغير ازاي؟ حسين هو اللي كان بيلعب لك الماتش، اللعيبه كلها يا محمود النهارده لو كانت مصدقه نفسها زي حسين، بجد حسين الشحات كان لا بس مصدق نفسه بس اللعيبه النهارده. كلها كانت كويسه يا ابراهيم. لا بس لا انت لا لا، في فرق. دي الحاجه الوحيده يا محمود النهارده اللي مزعلاني من كولر، ازاي تطلع حسين هو الشحات؟ انت طلع حسين الشحات عشان هو كان فايق في الماتش، فاهم؟ طيب يا بس هو محمود كان متهيأله كولر. هو الوحيد يا محمود اللي كان بيوصلك للجول. هو كان متهيأله ان لما ينزل طاهر هيبقى في فرق في السرعه، فهيبقى بيخلص احسن من حسين. هي دي ممكن القصه ما بينه وما بين لا انا حسين مش معاه الشحات. في دي، يعني انا مش بس معاه في الحاجتين دول، ان هو ما يبداش بحمدي فتحي. انت بتلعب قدام ريال مدريد، يعني انت الماتشات اللي قبل كده كنت بتلعب بثلاثه في نص الملعب، ازاي يعني انت ازاي تبدا ما تبداش بحمدي فتحي؟ النهارده حسين الشحات عمل يعني ماتش من احسن ماتشات حياته. يعني هو تحس ان هو بيجي قدام ريال مدريد بيبقى واحد تاني. محمد هاني. محمد هاني. لا محمد هاني كان فايق. محمد هاني هو جدا يعني. جنن الاخ فينيسيوس اللي كان بيلعب لوحده طبعا. لعيب فينوس. فينوس. لعيب ملوش حل. سرعه، مهاره، لا 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 مشكله. هو فعلا ده لعب مع الكبار، ودي المباراه دي انت بتاخد لا منها محمود احنا مش خبرات. زعلانين، يعني بجد الاهلي وصلنا لمرحله ايوه ان يعني انا زعلان ان انا مثلا انت ما خسرتش من ان انا خسرت من ريال خسرنا مدريد، من ريال فاهم؟ مدريد. انا كنت عايز اكسب، كنت شايف ان الاهلي عنده فرص، اللعيبه مش لا عارف وكنا تتخلص، قريبين، يعني انت فاهم؟ اللي يزعلك يا محمود ان الشوط الاولاني الجون جه في توقيت غريب جدا، بس والشوط انا الثاني هقول لك يعني على الشوط حاجه. الثاني انا دخلت الحمام لقيت محمود بيقول لي جول. يعني امتى؟ يعني انت توقيت الجونين انا مش عارف هو بصراحه. فرقه يعني الاهلي هو. عنده سوء حظ النهارده في لا هو سوء توقيتات الحظ ده الاجوان. كمان. هقول لك على حاجه، انت عشان بس كنت زعلان من قصه حسين. برضو طاهر اول ما نزل الكره اللي عملها بدماغه، لا لو كانت جد دي كانت فرقت، كانت كل الناس برضو كانت هتمدح في جولر وهتقول ان هو تغيير يا عم طاهر قفشه احسن. قفشه يا محمود وقفشه انا الفرصه اللي جات تعبت له من دي قفشه. لا بصراحه، اداره الاهلي يا يعني هو كسبنا جماعه الماتش اللي فات وجه بجد والله العظيم الماتش ده ما لازم خلص. كولر يتوفر له راس حربه وصانع العاب.
يعني لا، هو قفشة هو محتاج اكتر بجد صانع العاب. عليه علامات استفهام. قفشه النهارده بيلعب الحنجيه، ما تفهمش هو بيعمل ايه النهارده والله بجد. قفشه ما خدت، انت ما خدتش حاجه قفشه بصراحه من ابو تريكه غير الجوانت اللي كان بيلبسه في كاس العالم. غير كده لا، الجوانت اللي انت عمال تلبسه لنا من اول البطوله مفيش. انت ما بتعملش اي حاجه، انت بتاخد الكرة بتلف حوالين نفسك. مفيش. ده مش دور صانع لعب. محمد شريف لا، يعني انا كان رايي بصراحه يبدا بكهربا، يبدا ببيرسي تاو من اول الماتش. شريف مش باين خالص. لا بس بيرسي مش برضو باين ما خالص. كانش اللي هو يعني. لا ما هو ما بس خدش انت، ما خدش وقت يا محمود، هو بص ما هو خدش الماتش وقت. ده هو كولر صايع شويه ان هو نزل بيرسي ونزل كهربا ونزل شريف، فاهم؟ فهو كده الراجل بيوصل برضو رساله ان انا مش عندي المهاجم اللي يخلص. هو محتاج فعلا المهاجم اللي من نص فرصه وربع فرصه يخلص. هو انت ده لو اللي قلنا عندك عليه. المهاجم ده، انت كنت كفيل الماتش ده ان انت تتعادل يا مع ريال جماعه مدريد هاتوا او تغلب المهاجم، ريال انا مش مدريد. فاهم مهاجم ب 2 مليون ب 3 مليون، الاهلي لازم. لا احنا خلاص يعني انت في ماتش انت زي في وسط كده يا الكبار. محمود، انت في ماتش زي كده محتاج المهاجم اللي هو زي ما بيقولوا كده يخلص من نص فرصه. من نص فرصه يجيب جون. اديك شفت العيال بتلاقي بعض ازاي. الواد اللي كان هربان من المدرسه ده لا اللي لا، جاب دول جون حافظين. الرابع ده، انا لسه مش عارف. اللعيب الصغير ده لسه بقول لعيب نازل من المدرسه بيضيع وقت ينزل يجيب جول، يعني في ايه؟ بس هي كلها اخطاء دفاعيه، واللعيبه برضو تحس انها لسه مخضوضه اللعيبه دي. يعني محمد هاني ماشي لعب مع البايرن، مع ان المفروض ان اللعيبه دي انا برضو قلت لك في محمد لعيبه. هاني هيعمل ماتش عمره بصراحه. محمد هاني بس والله هقول لك العظيم يا محمود النهارده يعني بس انا هقول مزجني. لك على حاجه برضه. هي المباراه دي انت بتاخد منها خبرات، فاهم؟ والاحتكاك الدولي ده انت بتاخد منه خبرات. معلش ده بيبين لك قيمه لا النادي الاهلي فين بقى، فاهم؟ في وسط ما في انا وسط بقول لك يا الانديه دي. محمود، انا قلت لك انت في اول خلصت كلامي في ايه. افريقيا، فاهم؟ يعني وزعيم في افريقيا. بس دلوقتي لما بتيجي تخش الاحتكاكات دي انت بتاخد منها خبرات حلوه قوي، لا فاهم؟ انت معاك مدرب. يعني احنا يا جماعه، انا بكلم كل الاهلاويه، احنا مش عايزين نذبح المدرب. المدرب عنده النهارده شويه حاجات، بس كولر فعلا مبين شخصيه الاهلي. لا هو كولر، راجل وده نزل الفرق يلعب ما كوره بينه وبين بصراحه. موسيماني. نزل موسيماني يا يلعب كوره. محمود، انت موسيماني كان عنده ايه؟ كان بيعتمد على 11 13 لعيب هو اللي عنده. اه، وجبت تصريح قال لك انت انا وصلت الليفل الوحش، ايوه، يعني فخلاص ده هو مش الفرق بينه وبين موسيماني. موسيماني كان هو عنده ال 11 لعيب او ال 12 13 لعيب هو اللي بيلعب بيهم. انما كولر بصراحه عامل سكواد ما حصلش. عامل يعني يعتبر عنده فرقتين لا هو بصراحه الراجل بيعرف يلعب. ينقصوا مهاجم وصانع العاب. يعني ده اللي بنتكلم عليه من بدري. قفشه مش موجود، محمد شريف مش المهاجم اللي انت تعتمد عليه. لا هو انت بس بص، كل الناس دي ممكن تتحرك تحت المهاجم الرئيسي بتاعك. يعني الناس دي لو هتستخدمها تبقى تحت الايه المهاجم، بس انت زي محتاج كهربا وزي واحد في طاهر. البوكس بيخلص من لازم ربع فرصه. لازم. لان اديك انت بتلعب مطوشه، وانت يا عم الاهلي فعلا انت بتوصل مع مباريات تقيله وبتروح كاس العالم. انت لو كان عندك المهاجم ده ولو كان عندك الصفقه دي حتى لو باي رقم، انت كان زمانك النهارده عملت ماتش كويس جدا وكنت خلصت كل الفرص اللي جت دي قدام ريال مدريد. انا اللي مزعلني يا محمود ان الاهلي فعلا يعني اخطاء دفاعيه ساذجه جدا. يعني اخطاء يعني ما تحصلش من لعيبه الاهلي. لا بس انا يعني عذرهم بصراحه. دي حاجه تانية. الفرص اللي جت في الشوط الاول، الفرصه اللي جت لعبد المنعم، العرضيه اللي جابها، يعني كان يركب الكره احسن من ما كده. جات لطاهر وما جاتش. انت فاهم؟ عندك سوء توفيق برضه في في قصه فرص لو كانت جت الشوط الاول كانت فرقت مع الاهلي جدا النهارده. لا بس ده اللي اتاخد على لا كولر بس النهارده بس الدفاعات برضه هيمه. انت برضه بص ايه، انت بتلعب ريال مدريد لعيبه فاهمه ولعيبه بتبص عندها الباصه من النص. يعني الراجل ده كام تفويته ماشي يا محمود. بيبعتوا. لا لا لا، احنا مش واخدين، معلش اللعيبه دي مش واخده هيمه على اللعب ده، فاهم؟ ماشي الاحتكاكات دي يا محمود. هتفرق معاهم. يا محمود ماشي. اللعيبه كلها، كل اللعيبه النهارده لو كانت بس نازله مركزه وشايفه ان هي بتلاقي، يعني مش حاطين في دماغهم بس ان هم بيلعبوا ريال مدريد. يعني انا شوف حسين الشحات عمل كل حاجه في الكوره النهارده. هو مصدق، هو الراجل وعشان مصدق وراه ان هاني هو بصراحه. ممكن يقدر يعمل حاجه. اه هاني شايل وكل احنا كان عندنا برضه اللي مش كانش فايق كويس قوي، بس كان ديانج. ده لو كان فايق برضه كان فرق معانا. جدا. كان عنده شويه ميس باص كده، وكان علي لا معلول. بس ما كانش يطلع برضه يا محمود. لا يعني ما كانش دي- يطلع. ما دي هو حاجه بص. برضه انا نسيت اقولها. لا يعني ازاي ديانج يطلع؟ يعني ما ازاي هو ديانج طلع عشان والسولية كان في الملعب؟ بص. يعني ازاي؟ ماشي هما ازاي؟ الاثنين قول زي لي. بعض، ما هما الاثنين زي بعض. لا بس احنا كان عندنا ان السوليه اللي يطلع وكان ديانج اللي يكمل. بس انت من اول الشوط ديانج عنده ميس باص كتير، فاهم؟ وعلي معلول برضو. يعني هما الاثنين ما كانوش، بص ما كانش ده الماتش بتاعهم. يا محمود ما بس كانوش فايقين. ما يطلعش السولية. احنا متفقين ان السولية اصلا بقاله فترة كبيرة جدا جدا مش في حالته. يعني يا جماعة- السولية لو فايق ورايق تمام يا خد جماعه منه. شفتوا مودريتش عنده كام ف- سنه وبيعمل ايه اه يا في عم نص مودريتش، الملعب؟ انت مش عارف عنده 39 38 سنة، مش فاهم يعني. وفي السولية البايرن برضو مولر برضو يا 32 جماعه. سنة. اللعيبه دي ما لا تعرفش. في فروق، في فروق في واضحة. لياقه، تمام. في بص، في تدريبات، في تحضيرات. البدني فارق جدا جدا. فرق لا في النهاردة السرعات. في فرق في السرعات. سيد بس الفل. انا كهلاوي انا مبسوط والله، انا مش زعلان.
لاول هزيمه تحسب لي كاهلاوي ان انت اتغلبت من ريال مدريد. معلش ما اتغلبتش من فاركو، ما اتغلبتش من فرق في الدوري، يا محمود وانت مش في بتنزل افريقيا. النهارده، يعني انت بتنزل، انا لما شفت التشكيل انا قلت يعني لا تشكيل كولر بشخصيه يعني الاهلي. انت كان عندك باين تعليق ان في هو قفشه. نازل، يعني هينزل ها؟ هيهاجم، فاهم؟ يعني من التشكيل باين، انا قلت كولر النهارده هيقفل ويلعب. لا بس هو برضو عنده سوء حظ انه يجي له جون في اخر، فاهم، 3 دقائق في الماتش. جدا. انت لو وفاهم كنت هو خرجت، برضو الشوط يعني لو كنت الثاني خرجت الشوط الاولاني يا لو محمود كان 0-0 كان كان فارق معاك لسه كان جدا. هيبقى معنويات الريال لسه، فاهم، احنا نزلوا هنلعب قالوا معاهم الشوط الثاني ازاي. قاموا ترقعوا الثاني جاهم ثقه، راحوا على طول يعني من اول تاني دقيقه على طول راحوا جايبين في الجون الثاني. سرحان طبعا، اللعيبه غصب عنها. هي لا في سرحان بص، النهارده، غلطات لعيبه كتيره غلطات ودي وارد يعني في سرحت. الكوره. لا هي غلطات وارد في الكوره هي. انا عموما ما يا اقدرش حوده، احمل عليهم. عموما انا شايف ان الماتش بصراحه زي ما قلت لك في اول الكلام، الماتش تبني عليه المستقبل. طبعا. يعني ماتش البايرن احنا كلنا كنا مستائين من الاهلي، دي مش شخصيه الاهلي. النهارده الاهلي كان بيلعب بروح. مش مشكله الهزيمه. اللعيبه كانت بتلعب بروح الاهلي، بتلعب بشخصيه الاهلي، اللعيبه مش خايفه، فاهم؟ ماتش البايرن لا مش هو ده. فانت معاك مدرب عالمي، معاك مدرب كبير جدا، وهو النادي ينقصه الاهلي. مهاجم بس. لا هو كولر الاهلي لو معاه مهاجم كبير، مهاجم بيخلص يا هيفرق محمود، هيفرق جدا لان جدا هو جدا كولر مع بيعرف الراجل ده. يغير وبيعرف يلعب مع اللعيبه، يعني فاهم. هو بيعرف يوصلهم ازاي، بس هو الفرص كلها محتاجه فعلا حد يخلص. احنا كذا كوره لو كانت خلصت كان الماتش فرق كتير. قدرنا نلعب على معنويات الفرقه بتاعت الريال، لان هم عندهم برضو نجوم مش موجوده وعندهم نجوم مهزوز. يعني لو كانت شاطت عليه اي حاجه كانت هتخش. بس هو هارد لك للاهلي، وهي فعلا المباراه كان فيها سوء في الفرص حظ يا كتير. محمود، وفي فرص كتيره ضايعه ضاعت جداً. يعني انت كذا النهاردة حاجه بصراحه ضاعت. الاهلي ضيع فرص كتير. انا ما اتصورش ان الاهلي بصراحه كان هينزل يعمل ماتش زي، يعني ماتش زي كده، وينزل ان هو مش خايف ويلعب لا عادي ولعبته وبتاع. وكان فيه. بس في كام لعيب بصراحه، يعني عبد المنعم النهارده عمل ماتش، يعني ده اللعيب الوحيد يا جماعه بصراحه اللي بيفكرني بابراهيم سعيد، مع احترامي يعني، فاهم؟ لا هو لعيب لا كويس. عبد المنعم لعيب، فاهم؟ يعني بتحس ان هو بيلعب بجرافطه، السهل الممتنع. والله بجد عبد المنعم لعيب كبير جدا، بس فاهم؟ هو كان عندهم برضه ضغوطات كتير، لان انت بص، انت بتلعب مع نجوم، اللعيبه فاهمه بص، حافظين بعض. انا في كام كوره اللعيبه من غير ما بتلمس بتفوت للعيب اللي بعده، على طول بيضرب لك الدفاع. بتبقى انت متمركز مع اللعيب ده تغطيه. فروقات واضحه جدا جدا لا جدا، لا وامكانيات كبيره. انت بتتكلم في قيمه تسويقيه، الفريق داخل في 900 مليون يورو وانت 30 مليون يورو. انا مش عارف، فاهم يعني؟ يا عم عارفين ان فينيسيوس بثمن الاهلي ب 120 مليون يورو، ففي فروقات جامده جدا، احنا عارفين ده. مع بس الفروقات دي كلها النادي الاهلي لعب طبعا وانبسطنا. هي ما كانش كاهلاوي مش حابب ان يبقى مغلوبين 4-1. لا بس انا بصراحه هي يعني ما مباراة تصورتش يا للتاريخ. محمود، يعني دي حاجه من الحاجات اللي ضايقتني ان الماتش يخرج بالنتيجه دي، لان انت كان عندك فرص وكان سهل قوي ان انت تسجل التاني والتالت. يعني دي هارد لك الحاجه للأهلاوية. الوحيده اللي مزعلاني. لسه عندنا ماتش مركز ثالث ورابع قدام فلامينجو، ان وماتش شاء الله فلامينجو يعني. برضو مش سهل، هو اتغلب. فان شاء بس الله نرجع بمركز كويس. نرجع بالمركز بتاعنا برونزيه. يا رب. هي كرة، يعني كرة ما فيهاش كبير، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يرجع بمركز ثالث. النهارده مش زعلان، ولا اي اهلاوي يزعل، يعني ولا اي اهلاوي يزعل. انت كفاك فخرا انت وشرفا ان انت بتتفرج. ايوه بتتفرج. اول ماتش تتغلبه من ريال مدريد. ومعلش انا في التاريخ انا هقابل ريال مدريد كام مره في مباراه رسميه. بس فلا شكرا للنادي الاهلي، هو فعلا ده ملك السعاده لينا. سلام عليكم.